السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مرة صحيت الصبح وما كنتش عايز تقوم؟ كم مرة قررت تبدأ حاجة جديدة لكن الكسل خلاك تأجل؟ كم مرة قلت هبدأ أصلي والتزم لكن رجعت تاني لنقطة الصفر؟ الحقيقة لو مستني الحماس عمرك ما هتبدأ. النجاح في الدنيا محتاج إنك تجبر نفسك، والنجاح في الآخرة برضه محتاج إنك تجبر نفسك. يلا نشوف ازاي نطبق ده في حياتنا بإذن الله. أكبر وهم بيعيشه الناس إن الناجحين دايما متحمسين. الحقيقة محدش بينجح أبدا بالحماس. النجاح بيجي بالمجاهدة وبالصبر. في الدنيا الطالب المتفوق مش دايما بيحب المذاكرة لكن بيجبر نفسه على المذاكرة. رجل الأعمال الناجح مش كل يوم بيكون نشيط لكن بيجبر نفسه. الرياضي مش دايما متحمس للتمرين لكن بيجبر نفسه. طيب ده كان في الدنيا، تعال نشوف في الآخرة. المحافظة على صلاة الفجر صعبة جدا بس لازم تجبر نفسك. قراءة القرآن صعبة بس لازم تجبر نفسك. ترك المعاصي صعب بس لازم تجبر نفسك. العبادة تقيلة بس لازم تجبر نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة مش بالساهل لكنها تحتاج كل لحظة مجاهدة للنفس. 4 خطوات عملية تساعدك إن شاء الله إنك تجبر نفسك على العمل كل يوم. رقم 1: ابدأ ولو بخطوة بسيطة جدا. مش قادر تذاكر 3 ساعات؟ ذاكر نص ساعة بس. مش قادر تصلي 8 ركعات قيام ليل؟ صلي 2 ركعتين بس. المهم انك تبدأ. مش عارف تقرأ جزء من القرآن؟ اقرأ صفحة واحدة، صفحتين. المهم انك تبدأ وبعدها كل حاجة بإذن الله هتبقى أسهل مع الوقت. رقم 2: احذف الأعذار من حياتك. مش فاضي، بس الحقيقة انك بتضيع وقت كتير. مش قادر، جرب تبدأ وهتشوف فعلا انك قادر، بس ده الشيطان. مش متحمس، الإجبار هو الحل مش الحماس. رقم 3: استغل قوة الصحبة. اقعد مع الناجحين هتجبر نفسك تنجح زيهم. اقعد مع الصالحين هتجبر نفسك انك تكون افضل في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. افتكر الثواب والعقاب. كل مجهود بنعمله في الدنيا ليه نتيجة، وكل لحظة تقرب فيها من ربنا سبحانه وتعالى ليها أجر عظيم جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكن كل لحظة كسل ممكن تضيع منك فرصتك في الدنيا والآخرة. الخلاصة: لو عاوز تنجح في الدنيا اجبر نفسك على العمل. لو عاوز تفوز بالآخرة اجبر نفسك على الطاعة. سؤال ليك: ايه الحاجة اللي هتجبر نفسك عليها من النهاردة ان شاء الله؟ اكتب لنا في التعليقات. ما تنساش اللايك، الكومنت، والاشتراك، وشارك الفيديو عشان الخير يعم والكل يستفيد. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.